السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك فوز منتخبنا الوطني للناشئين على نظيره المنتخب الإماراتي في تصفيات نهائية كأس آسيا للناشئين بنتيجة 3-2. منتخبنا قدم مباراة شيقة، مباراة إثارة، مباراة ممتعة بما تعنيه الكلمة. استطاع العودة بالنتيجة، قلب موازين المباراة بشكل كبير، أداء رجولي ممتاز. نشكر الجهاز الفني على قراءته للخصم وعلى طريقة اللعب الذي اليوم أبهرتنا بصراحة، عكس المباراة السابقة مباراة فيتنام الذي لا نلومهم فيها، وذلك بسبب عدم وجود المعسكرات الخارجية والاستعداد الكامل حتى يصبح اللاعب لديه الإمكانيات بشكل كبير. منتخبنا لديه مباراة مفصلية أمام منتخب الكوري الجنوبي، مباراة صعبة جدا لكنها ليست مستحيلة، ولكن لن نطلب من اللاعبين أكثر ما يقدموا من إمكانياتهم وأيضا من الجهاز الفني. نتمنى لهم التوفيق، ولكن رسالتنا هي دائما أن نحن نتمنى أن نصل إلى نهاية كأس العالم للمنتخبات الفئات العمرية مثل ما كان لدينا من السابق. نتمنى أن يكون هناك اهتمام مننا جميعا لهذه الفئة من المنتخبات الذي احنا دائما نكون مرفوعين الرأس فيها. نتمنى أن يكون هناك معسكرات قبل كل بطولة، ويكون هناك مباريات ودية بشكل كبير حتى يستطيع منتخبنا أن يدخل التصفيات وهو في قمة عطائه وقمة مستوياته. فما شاهدناه في مباراة فيتنام وشاهدنا في المنتخب الإماراتي هناك اختلاف كبير بشكل كبير. نتمنى لهم التوفيق، قلوبنا معكم ونتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يكون حليفنا التأهل.